يا صباح الفل، صباح الجمال، صباح الحلويات. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني حبة كتير قد كده اهو. يلا بينا نشوف يومنا هيكون ماشي لنا زي النهاردة. وزي ما انتوا شايفين النهار طالع والشمس طالعة ونهاركم فل وعسل وياسمين. فيلا بينا نشوف هنعمل ايه النهاردة. يومنا طويل قوي النهاردة، عملت حاجات كتير قوي قوي. فيلا بينا اشارككم في يوم النهارده بقى. قبل ما نبتدي بس الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه ولو مش مشتركين، وانزلوا اعملوا اللايك الجامد. عايزه لايكات كتير جدا جدا جدا. بشكر كل الناس اللي دخلت على القناه جديده، بشكركم جدا جدا. قولوا لي بتشوفوني من جوه مصر ولا من بره مصر علشان اشكركم. البلد النهارده اللي جات لي من امبارح للنهارده، اللي كتبت لي في الكومنتات السعوديه. بشكر كل اهل السعوديه، وبشكر اهلي طبعا القاهره، وبشكر كل الناس اللي بتتفرج عليا. فاكتبوا لي بتشوفوني من انهي بلد، من انهي دوله، علشان اشكركم الفيديو اللي جاي. فيلا بينا نشوف هنعمل ايه. اللم الغسيل بتاعنا كنت نشراه من امبارح، بحب اقوم الصبح كده ألمه بقى واطبقه وهنحطه في الدولاب. هنعمل حاجات كتير قوي في فيديو النهارده، واعمل لكم احلى وصفه اكل النهارده، طاجن باميه. بصوا يستاهلوا بقكم. خليكم معايا وكملوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا وصفه اكلتنا ايه او كان غدانا ايه النهارده. فيلا بينا نكمل الفيديو. ما تنسوش تشتركوا في القناه، تنزلوا تعملوا اللايك، ويلا بينا نشوف الفيديو. وعايزه برضو اشكر كل اخواتي وكل حبايبي اللي دخلوا الانتساب. يا رب الفيديوهات اللي بتاعت امبارح عجبتكم. يا رب يا رب يعني تكونوا بتحبوني زي ما انا بحبكم كده. فيديوهات انتساب حلوه جدا جدا، بتنزل بانتظام جدا، وكل ما نعلى بالانتساب هتبقى فيديوهات احلى واحلى. فبشكر كل الناس اللي موجوده، وبشكر كل الناس اللي حابه تخش برضو عندي. ويلا بينا نشوف يومنا ايه. وعايزه برضه اعرفكم بحاجه، ان القناه التانية بينزل فيديو تاني خالص غير هنا. لو حابين تشوفوه اهلا بيكم، هتشرفوني وتنوروني. هتلاقوه هحطلكوا في اول تعليق مثبت، والقناه التانية موجوده في المنتدى. خشوا هناك اعملوا اشتراك واعملوا لايك، وقولوا لي انتوا جايين من هنا لهناك. فيلا بينا بقى نشوف الغسيل ده هنطبقه ازاي ونحط ايه. بصوا هتحسوا ان الدنيا مكركبه، بس الدنيا مش مكركبه. فهنحط كل حاجة في مكانها، يعني اللي هو هنظبطها. هتلاقوا الدنيا دلوقتي كويسة والدنيا نظيفة وزي الفل. بس انا كنت بطلع الحاجة من الشنطة هنا، وبعدين علشان انا ساعات كتير يعني بخرج بروح اي مكان، بتبقى حاجتي في حاجة كتير جوه الشنطة ببقى ناسيها. عارفين لما اجي بقى اخرج تاني مرة بكتشف ان الحاجة موجودة جوه الشنطة بتاعتي. فقررت بقى ان انا مثلا اكون خارجة او اكون مش موجودة في البيت، اروح البيت اطلع كل الحاجة الموجودة في الشنطة واشيلها مكانها علشان اعرف. هنا بقى هنطبق الغسيل ده. نحط كل حاجة في مكانها ونعلق اللي عايز يتعلق. يعني بصوا ظبطوها، اللي هو اول باول ما تركنوش غسيل كتير. انا اعرف ناس كتير بجد صحابي عارفين اللي هو يغسلوا غسيل كتير قوي 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 قوي، وبعدين يحطوا يشيلوا من على الحبل يحطوا، وبعد كده يغسلوا تاني ويشيلوا ويحطوا ويغسلوا، وبعدين في يوم كده يقعدوا بقى من الصبح لغايه بالليل يقعدوا يطبقوا. طب ايه الملل ده؟ عليكي ايه بكده؟ لا، خلي عندك نشاط. هتغسلي مثلا انت بتغسلي كل يوم، اشيل الغسيل اطبقه اشيله انشر غسيل غيره. فانا بحب اعمل كده صراحه. ما بحبش اسيب الغسيل كتير على الحبال علشان بيتملي تراب على اي حاجه، اللي هو لا. انا بس بنشره مثلا بالليل، اقوم الصبح كده افطر واقوم اشيله على طول. ما بسيبوش كتير على الحبل. فجربوا كده، اعملوا كده، هتلاقوا الدنيا كويسه قوي معاكم. حطوا كل حاجه في مكانها اهو. بصوا التيشيرتات في مكانها، الشروطة في مكانها، البناطيل في مكانها. ان شاء الله ربنا يديني بقى دولاب كبير هوريكم النظام، يعني تتعلموا من اختكم كده. اللي هو طبقها. هقول لكم شويه حاجات كده بجد بجد هتعجبكم وافكار حلوه. بس ان شاء الله ادعوا لي كده اجيب اوضه نوم حلوه ان شاء الله، وهنحط كل حاجه فيها وهوريكم كل حاجه فيها. لكن الدولاب الصغنن اللي عندي ده ما بيتحطش في حاجه علشان صغير او زياده عن اللزوم، اللي هو ان نطلع حاجه كل حاجه بتقع، اللي هو ملوش نظام صراحه. فان
شاء الله ان شاء الله الايام الجايه هنعمل حاجات كتير قوي قوي قوي. ولو حابين اي وصفه معينه اكتبوا لي في الكومنتات، شكلكم كده شاطرين وبتعملوا كل الاكلات وكل الوصفات زي العسل. فاكتبوا لي بتحبوا اكلات ايه، يعني بتحبوا ايه او شاطرين بتعملوا ايه. اكتبوا لي برضو كل ده في الكومنتات، انا بقرا كل كومنتاتكم بشكركم على الكومنتات الحلوه اللي انتوا بتكتبوها لي. فيلا بينا نشوف. قربنا نخلص الغسيل اهو. عارفين بقى وانا بعمل بقى الغسيل كده، وانا بقعد افكر بقى يعني بكره هعمل ايه، طب هو المفروض في ايه، طب انا المشكله انا واقعه فيها، طب تتحل ازاي، طب انا عندي كام حل، طب يعني الحل ده مثلا 50% ممكن يبقى احسن، لا ده 80% يبقى احسن. عارفين بعمل انا كده لو بشغل وقتي باللي انا بقعد افكر اللي هو إيه، طب هنعمل ايه بكره، طب هنجيب اكل ايه، طيب ورانا اني مشوار هنقدر نروحه. عارفين اللي هو الجو ده. انا مش عارفه في حد زيي ولا انا كده. اهم حاجه انزلوا اعملوا اللايك وتساعدوني اني نوصل ل10,000 باسرع وقت باللايكات وبالاشتراكات بتاعتكم، وتدعوا لي دعوه حلوه كده وتكتبوا لي كومنتات حلوه زيكم اهو. بصوا هنا بقى لازم نقف علشان الملايه طويله جدا ومش هينفع تتعمل وانا قاعده. نحط كل حاجه في مكانها وبعدين اقول لكم هنعمل ايه ويومنا هيكون ماشي ازاي. يا رب النهارده يكون يومكم سعيد وهنا، وتفتح لكم كده باب رزق انتوا ما تتوقعوش باب الرزق ده اتفتح لكم ازاي. اسفين جدا على الصوت ده، والصوت ده موجود في الشارع فمعلش بقى. حط كل حاجه اهو في مكانها. بصوا الدولاب قريب قوي من هنا للسير، فبحط كل حاجه كده على طول على طول على طول. وبعدين هنا عملنا ايه تاني، هنخلص بقى الغسيل وبعدين نطبق بقى الكوفرتة اللي محطوطة على السرير تقريبا، وهنشيل كل حاجة. بصوا ملهاش لازمة كده هنشيلها في مكانها عشان ما ننساش مكانها فين. طبعا الترابيزة اللي ما بستغناش عنها بكركبة الترابيزة، لو لقيتوا كركبة كتير يبقى لازم، بصوا لازم تشوفوا الكركبة دي لان هي ما عنديش غيرها في الأوضة. انا بقى تعبت من الموضوع بتاع الازايز ده، كل شويه نجيب ازايز ومش عارف ايه وانا برمي. يعني هو صراحه انا مش بخلي ازايز خالص خالص موجوده. نروقها ونشيل كل حاجه في علبها وكل حاجه في مكانها اهو. بصوا صدقوني على قد ما اقدر انا بنظم الدنيا، وعلى قد ما اقدر بس يعني كل واحد على زي ما بيقولوا على قد لحافك مد رجليك، فاللي هو ده على قدي، فالحمد لله الحمد لله. اهو بصوا اشيل كله في مكانه. لازم تكون عندي مناديل كده جنبنا في كل مكان، يعني عيل عنده برد عطس، عيل مش عارف يمسح ايده، عيل ايه لازم تسيبه كمان، تحطوا باسكت جنبكم كده برضو علشان الدنيا تبقى نظيفة وتبقى كويسة معاكم. هتلاقوني عاملة كده في كل أوضة وفي كل مكان. نشيل بقى اللي تحت اللي في الترابيزة دي مكان كده بخزن فيه، يعني بحط حاجات في شنط، حاجات مش عارف ايه، على قد ما بقدر صدقوني اللي هو انا بنظم الدنيا، بس عشان ما عنديش مكان تاني احط فيه حاجه اهو. يا رب بقى الجو يتعدل لحسن الجو عندنا بقى واحد مش فاهم، يعني بجد مش فاهم. بالليل حلو بالصبح حر، فاحنا مش عارفين نولع المروحه. الاطفال بتاعي والعيال بتاعي لو احنا يا كبار بنعيا، لان الجو كله بقى دلوقتي ميكروب والناس كلها تعبانه. الواحد مش فاهم يعني بجد. الخريف ده بيبقى صعب اوي، خريف والربيع برضو، ما هو الفصلين دول بجد صعبين. انتوا ولا عارفين نفسكوا شتا ولا عارفين نفسكوا صيف.
فيا رب بقى الجو ده يتعدل عشان خاطر الحرام الاطفال اللي عماله تعيا دي كل شويه. انا مش عارفه، انا روحت اجيب حاجه تقريبا او روحت اعمل حاجه. كنت بشيل بقيه الحاجه، بقيه الهدوم دي اللي في الطبق اهو. بصوا شيل كل حاجه مكانها. انا يعني عايزه اقول لكم انا بغسل كل يوم، بس طبعا انا ما بصورلكوش كل يوم، فاليوم مثلا مش بصور لكم كل يوم الغسيل طبعا، يعني كل كام يوم كده انا بصور لكم الغسيل عشان اوريكم ان انا قلت لكم هوريكم يومي، فهو ده يومي، بيبقى يومي كده. بقيت شنطي وبقيت حاجتي بحطها بقى في مكان كده على جنب اهو عشان ما نقعدش ندور عليهم. طبعا اللي عنده دولاب، اللي عنده اماكن اللي كده كله يتحط فيه الحاجات دي، انا عشان مش عندي فبحطهم على جنب كده. بقيت الهدوم بقى نطبقها اهو برضو ونشيلها ونشوف بعد كده هنعمل ايه. اهم حاجه تنزلوا تعملوا اللايك جامد قوي علشان تفرحوني وتساعدوني، وده دعمكم ليا اللايك والاشتراك. وشكرا لكل الناس اللي دخل الانتساب، ده دعمكم ليا والله على عيني وعلى راسي. يعني يا رب تكونوا بتستفادوا. انا بعمل فيديوهات حلوه، ان هي وصفات حلوه وفيديوهات حلوه، يا رب تكون فيديوهات عجبكم. عايزه اقول لكم بقى غسلنا البطاطين وبلبطنا في الميه، ولسه لغايه دلوقتي صدقوني انا بغسل في البطاطين اللي هو لسه عشان عندنا بطاطين كتير. والايام الجايه هنعمل فيديوهات حلوه قوي قوي ان شاء الله هتعجبكم. نشيل بقى الشنط والحاجه والكياس دي. بس كده، وادينا نضفنا المكان اللي احنا بنقعد فيه. ونشوف بقيه الاوضه دي كده الصغيره دي نضفناها برضو خليناها زي الفل، مش مستاهله ليا. بصوا شويه تراب وخلاص اهو. يلا بينا نشوف اكلتنا النهارده. عملنا طاجن باميه جميل وزي العسل قوي قوي قوي، وهقول لكم على طريقه حلوه قوي لتخزنوا فيها الخضره او خضره الخضره. انا مش عارفه صدقوني انتوا عندكم بتتقال ايه في بلدكم، يعني هنا في مصر اسمها الخضره اللي تحط على المحشي وتحط على اكلات كتير عندنا. فدي هوريكم بتخزنوها ازاي. ده توم بقى علشان نعمل طاجن الباميه بتاعنا الجميل. وادي الحله الزغنطوطه بتاعتنا، وقطعنا الثوم. انا بحب اقطعه مش بحب افرمه في الكب علشان محدش يعترض. بقطعه احط حته سمنه بلدي حلوه كبيره كده محترمه. وساعات بقطع قرن فلفل حراق، يعني سبايسي حراق اللي هو تتحط، فبصراحه بحبها كده. وادي الباميه بصوا زغنطوطه وجميله ومنضفاها ومخليها زي الفل اهو. وبعدين التومة على النار تاخد لون، مش بخليها ولا حمرا قوي ولا بخليها نية بيضة، بخليها لون ذهبي كده، ذهب حلوة. وادي كيس الطماطم، انا كنت مخزنة طماطم برضو في الفريزر. التوم بس يدي لون كده حلو، وهحط عليه بقى البامية تاخد تشويحة حلوة، وبعدين احط عليه الطماطم اهو. انا مستنية بس ياخد لون. وبعدين احط الباميه وتقلبوها وتاكلوا، وتحطوها بقى في طاجن. تحط لو حابين يعني تعملوها بلحمه، تحطوا فيها اللحمه وتحطوها في طاجن وتحطوها في الفرن. انا هنا عاملاها من غير لحمه من غير حاجه، فيعني قضت الغرض بدل لقمه كده حلوه جميله. الحمد لله نحمد ربنا عليها، مش لازم كل يوم لحمه وفراخ. هو اهي وصلت لي. بصوا لونه ايه، من الدهب كده اهو شايفين. رجعها تاني بقى ونحط البامية بتاعتنا ونقلب تقلبتين، قلب قلب قلب. وطي النار شوية تاخد بقى تشويحة حلوة جميلة كده. وتحطوا عليها بقى الصلصة وتحطوا التوابل بتاعتكم الحلوة. انا بحط كمون وبحط ملح، وبنحط يعني ندعي شوية كمون وشوية ملح وشوية فلفل اسمر. هتلاقوا طعمها جميلة، بس اهم حاجة اعملوها بسمنة بلدي بجد بتدي طعم، بتودي البامية في حتة تانية خالص اهو. بصوا
تقعدوا تقلبوها كده تاخد تشويحه، وتروحوا حاطين الطماطم عليها وتحطوا التوابل بتاعتكم. والخضرة تجيبوها تغسلوها غسلة حلوة، وتحطوا في علبة كده فيها مناديل، وتحطوا الخضرة وتشيلوها في التلاجة بقى تقعد معاكم. بس اهم حاجة تنشفوها حلو، تقعد معاكم اسبوع 15 يوم، بتبقى جميلة. لو حابين تشيلوها في الفريزر بتقطعوا، بتغسلوها الخضرة حلوة قوي وتقطعوها وتشيلوها زي ما هي. اي نعم بتبقى دبلانة شوية، بس يعني بتبقى حلوة يعني. ادي عملنا البامية اهو، على قد الطبخة تاخدوا الطماطم او الصلصة اللي هتعملوا بيها. انا حسيت انها كتيرة شوية، بعد كده رجعت قلت لا يعني خلاص ما جاتش على الحبة الصغيرين دول، فمرضيش اشيلهم صراحة. وبكده اقول لكم انتظروني الفيديو بتاع بكرة ان شاء الله باسرع وقت. بحبكم واقول لكم سلام، باي باي.